ملخص للقصة بشكل ظريف وجميل، وفي نفس الوقت انت محتاج الملخص ده لانك عايز تعرف مين الكويس ومين الوحش، وده عمل ايه وده عمل ايه، وشكرا. وهتجاوب من نفسك بأي الطرق. In what ways does Edmund return؟ عودة إدموند to مارسيلز إلى مارسيليا mark the beginning of both promising opportunities and serious threats in his life. يعني بأي الطرق كانت عودة إدموند إلى مارسيليا بداية لكل من promising opportunities الفرص الواعدة، الواعدة دي يعني الجميلة، أقول لك ده مستقبل واعد، and serious threats والتهديد الخطير. في حاجتين، في تهديد وفي مستقبل حلو، الاثنين مستنيين. والسؤال ده كان من شويه قريناه مع بعض فوق. احنا هنقول بطريقتنا احنا بقى. اقول ايه مثلا؟ اقول promising opportunities الفرص الواعده، the joyful life الحياه السعيده اللي مستنياه مع مرسيدس طبعا، و love الحب اللي مستنيه، وكمان happiness السعاده هو ده اللي مستنيه من خلال ايه؟ من خلال خطيبته. يبقى نقول كده زي ما احنا قلنا بالظبط، نقول love الحب، joyful life الحياة السعيدة، where promising كانت هي دي promising opportunities، كانت هي دي الايه؟ الفرص الواعدة. but لكن the plan الخطة بقى، the plan هي دي the plan of الواد دانجلر and الواد التاني اسمه ايه بقى؟ فرناند. الخطه بتاعتهم تورون ان يدمروا، تورون هم ان هم يدمروه، ووز كانت ذا سيريس ثريتس هي دي اللي كانت التهديد الخطير. خلصت الاجابه. وكده قصه الترم الاول على خير زي الفل. ما تقلقش طالما عرفت احداثها ومين الخير ومين الشر. جاوب بمزاجك، تألف الجمله بالعربي وتحولها لانجليزي، فاعل ثم فعل ثم مفعول. اشوفك في قصه الترم الثاني على خير. سلام.